اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معايا النهاردة هنعمل معاكم صينية جلاش جميلة جدا بتركية جديدة روعة ورهيبة، والطعم ما قلكمش حكاية، لا تتخيلوا طعمها كان ازاي. رهيبة 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 فوق ما تتخيلوا، روعة. بصوا كده واتمعنوا معايا، يا خبر أبيض، جميلة جدا وطريقتها سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتها. طبعا أنا طلعت كيس عصاج من اللي أنا ببقى شايلاه في قلب الفريزر، عندي وطلعت عندي نص كيلو جلاش من الجلاش المفرز، بيبقى جميل جدا، ورقته تخينة شوية قريبة كده من الرقاق، عشان ده بتاع البقلاوة. فتحت بقى خلاص كده ورقة الجلاش. طبعا انا حاطه ورقة زبدة تحتيها، ودهنتها بمعلقة سمنة فلاحي مسيحاها، وبظهر المعلقة من غير فرشة ولا اي حاجة، وهبدأ احط الجلاش طبقتين طبقتين. طبعا عشان مدورة فانتي بتقسمي الورق زي ما انتي عايزة مدور، بتقعدي بقى تقسمي الورق زي ما انت عايزاه، وبعدين تحطي عليه برضو انا مسيحه زيت زيتون مع كم معلقه سمنه فلاحي، وافضل احط كده الطبقات، وبتقسمي الطبقات على 3، بتخلي تحت ال3/4 وفوق الربع بعد ما تحطي عليه العصاج، عشان خاطر احنا هنعمل عليه تركايه جديده، وهي دي من ضمن التركات. خلاص كده انا حطيت العصاج كله وخليته غني جدا بالعصاج، وهنبدأ بقى نحط بقية ايه الجلاش، التلت اللي باقي من الجلاش هيبقى جميل جدا. وبرضو تدهني، وما تنسيش تدهني. وانا ببعض الطبقات الاخيرة دهنت سمنة فلاحي طبيعي، بس عشان يديله ريحة كده ونكهة رهيبة. واخدين بالكم؟ انا يعني هو عليه قطع سمنه فلاحي، بس انا مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا، عشان هو ابيض. فخلاص كده انا عملت اللي انا عايزه. جبت بقى برطمان الجبنه السايحه اللي موجود عندي في التلاجة، وجبت عندي حليب، ويلا بينا بقى هنعمل التركايه اللي على وشه، اللي هتخلي صينيه الجلاش بتاعتك في حته تانية خالص. يلا شايفينها؟ يلا بينا بقى. جبت معلقتين كبار من الجبنة السايحة، الجبنة الكريمي دي الأصلية، وجبت عليهم حطيت عليهم شوية بهارات بملح، ده بيجي كده مبهر جاهز. وبدأت بقى ضربتهم ضرب كويس، نزلت عليهم ومسكت بقى ايه صينية الجلاش بتاعتي، قطعتها مربعات، لان هي صينية كبيرة مش هينفع ان انا اقطعها سمبوكس. ماشي، قطعتها خلاص كده مربعات. هنبدأ بقى بعد ما ضربنا الجبنة مع الحليب كويس، حطينا عليهم بيضة واحدة، ولما تحطي البيضة حطي عليها معلقتين خل، وتمسكيهم تضربيهم لغاية ما يبقى كيان واحد، ودي أهم حاجة. البياض مع الصفار كله يندمج كويس قوي. لو عندك هاند بلندر مستعجلة اعملي بيه، لازم تخليه دايب دايب دوب. بصوا خليته خلاص دايب، ولسه برضو عمالة اعمل فيه، انا عايزاه يبقى خالص مندمج مع بعضه. جبت بقى الخليط بتاعي بعد ما دمجته كويس جدا، وبدأت أكبه عليه كله داير ما يدور بالفرشة، وزعته أو بدور المعلقة، دخلته الفرن قعد عندي تلت ساعة. طلع رهيب رهيب رهيب، ولا ريحته جميلة جدا. يلا دي كده عملت لكم صينية جلاش بتركاية جديدة، روعة جدا ورهيبة، جميلة جميلة جميلة. ولما تدوقوها هتدمنوها، مش هتبطلوا تعملوها خالص. كل مرة بقدم لكم في الوصفة بقدمها لكم بتركاية جديدة جميلة جدا روعة ورهيبة. جربوا وصفتي وإن شاء الله بإذن الله تعجبكم. ما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين، والسلام عليكم.